أهلا وسهلا بكم، وهذه حلقة جديدة من برنامج ذاكرة. بال79 العراق نظم بطولة كأس الخليج. احنا قبل هالبطولة اللي صارت بقطر خسرنا ويا الكويت 4-2، وكانت مباراة حتى ما اتذكرها مرارتها لحد الآن جوا اللسان، عبالك البارحة. صارت بملعب الشعب ببغداد بال79، وهي وينك وغير، عندنا بس هالملعب الوحيد اللي هو، وهم ملعب تفضلت به علينا شركة نفط كانت تشتغل بالعراق اسمها شركة كولبنكيان للتنقيب عن النفط، بنت لنا هذا الملعب سنة 66، وصار عليه افتتاح بطولة كأس العرب اللي صارت ببغداد واللي أخذها المنتخب العراقي. وهم لعبنا ويا المنتخب العماني لما كان بتعبير الرياضيين كان تشيس، يعني غلبناهم فد عدد كلش كبير من الأهداف. وهذا ملعب الشعب الوحيد اللي عندنا. المناسبات الرياضية، مباريات الدوري، حتى المناسبات السياسية، مباريات عدنان القيس مالت المصارعة، الساحة والميدان، كلها على الملعب هذا المسكين. احنا كانت مباراة الخليج، كاس الخليج، احنا ضامنين الفوز على اي فريق من فرق الخليج عدا الكويت. الرهان كان ايش قد تغلب، انت تغلب. اذا سعودية، اذا عمان، اذا بحرين، اذا قطر، كانت اليمن بعد ما مشتركة. إذا كانت عمان، الرهان ايش قد العراق اليوم يفوز، أكثر من 3 لو أقل من 3، لأن كلهم احنا يعني أعلى منهم مستوى. بس المنتخب الكويتي وكنا ننتظر بطولة ال79 أن تجي حتى نتلاقى ويا الكويت ونطلع ثارنا من الخسارة المفاجئة. كانت يعني شلون تخسر 4 ويا الكويت وأنت إذا كان عندك منتخب جدا قوي يضم نجوم الكرة بذاك الوقت. الكويتيين ما دزوا منتخبهم الأول، دزونا منتخب رديف مطعم بلاعبين او 3، اتذكر منهم محبوب جمعه اللي هو قول علينا بمباراه العراق والكويت. وبوقتها احنا كنا طلبه بكالوريا، نستعد للبكالوريا نقرا بس هاي بطوله الخليج وهاي طوبه، والطوبه ما تنشاف بالبيوت الصدق، غير يعني اذا مو لمه وهوسه وعياط وصراخ، وهذا يصير المناوله غلط وذاك يصيح اوف سايد وهذا يصيح هذا طلعوه نزلوا فلان. اذا قاعد بالبيت ما ادري شلونها، ومرتك تسالك اقول لك الاوف سايد شنو معنى الاوف سايد وانت اعصابك مشتعله، لو هذا ليش ما يابا هسه قوانين كره القدم انا اقوم اشرح لك اياها، انا بيا حاله هسه اني وصاير تصنيف. فوين نشوفها قبل؟ نشوفها بالقهاوي، كل قطاع اكو قهوه حتما، كل قطاع بيه قهوه، والقهاوي كانت اصلا هي مقرات مال فرق رياضيه، وفرق رياضيه معروفه. احنا قطاعنا كان 33 وبي لاعبين بالمنتخب، لاعبين المنتخب الشباب، بالمنتخب العسكري، بالمنتخب الوطني، بالانديه درجه اولى. يعني اتذكر منهم كان بوقتها مثلا ابو رائد الله يطول بعمره، اللاعب الدولي المعروف، عبد الزهره اسود، تركي الريحاني، كريم داخل كان جولشي، راضي ابو السيك، واخوهم معله، وشاكر سالم، ويعني لاعبين كل شيء هواي يلعبون للمنتخبات والفرق الدوري. وذولا وين يجتمعون؟ يجتمعون بالقهوه مال ابو حسام الله يرحمه. كلها احنا كلها مو بالبال، اذا قطر، اذا البحرين، اذا عمان، اذا السعوديه نغلبهم. ننتظر هاي اللعبه الحتميه المصيريه، لعبه الكويت. ونظام البطوله قبل مو نظام البطوله هسه، يعني هسه مجموعتين تلعب ويصعد الاول والثاني من هاي المجموعه ويتلاقون يتقاطعون ويلعبون. قبل ماكو هيك قضيه، قبل كانت 7 فرق، صاروا 8 من انضم لهم المنتخب اليمني. قبل هاي الفرق ال7 تلعب دوري، يعني انت تلعب كل منتخب يلعب 6 لعبات، من اللي يجمع اكثر نقاط يلتقون الاول والثاني، اكثر فريقين يجمعون نقاط يلعبون النهائي مالت البطوله. وبوقتها كان التعادل نقطه واحده مثل هسه، بس الفوز مو 3 نقاط، كان الفوز نقطتين. اجت لعبه الكويت والدنيا مشتعله، واحنا نعرف انه منتخب الكويت مو المنتخب الاولي، بس هو ما دام لابس ازرق وما دام اسمه منتخب الكويت، هذا الكويت اليوم حصتنا، تغلبونا 4 واحنا منتخب العراق، يا قاعد نشق والعين. لعبنا وكانت لعبه حماسيه جدا، ولحد الان هي ظاله بالذاكره. الجول مال فلاح حسن، هادي الى فلاح الى هادي، ابو تيسير يشبكها على الجول شي
الكويتي. غلبنا الكويت 3-1. مو فزت على الكويت، ما ادري شنو، لا هي مباراة ثار، لا هي مباراة رد اعتبار. مع العلم العراق من اجى بطولة الخليج اجاها مو منتخب عادي ولا منتخب طبيعي. احنا ماخذين بطولة كأس فلسطين، كانت بطولة اسمها كأس فلسطين، ماخذين العرب كأس العرب، ولاعبين ويا اقوى المنتخبات العربية، يعني لا بعينك منتخب الجزائر، لا بعينك منتخب مصر، لا المغرب، لا تونس، هاي كلها احنا نغلبهم. بس بطولة الخليج اكتسبت أهمية وتنافسية خصوصا بيننا وبين الكويتيين بالذات، لأن هم كانوا أفضل فريق خليجي ينافس العراق على بطولة الخليج. أخذنا البطولة وإحنا كنا نتفرجها بالقهوة، فد مشاعر عجيبة غريبة، اللي يقمز وحد راسه يوصل للبنكة مالت القهوة، واللي تنسحن روحه، واللي يصيح. هاي احنا هاي طبيعة ان هاي العراقيين بس الفريق يفوز لو باي مباراه ما ادري ليش ننزع هدومنا، لو تنزع القميص، لو تنزع التيشيرت، ما ادري، ونفر بيها نهوس. وطلعنا بوقتها بالقطاع، وتمت علينا القطاعات القريبه من 32 و31، وفد هوسه وفد دبشه، يمكن وصلنا بيها المريدي. مريدي قريب على ال 33 و31 و32. البارحه باللعبه من شفت الختام استذكرت ذيك الايام، وتذكرت اللي كانوا ويانا يشجعون، كانوا اكبر مني بالعمر بشكل كلش كبير، وتذكرت لاعبينا الدوليين اللي توفى، اللي اعتزل، اللي سافر، اللي هاجر، اللي بقى على قيد الحياه، الله يمد بعمره ويعطيه الصحه. مشاعر الفوز والفوز بكره القدم مشاعر ما تنوصف، يعني بس اللي عنده شغف بكره القدم، حتى اللي ما عنده شغف. البارحه شفت ناس ما لهم علاقه بالطوبه لا من بعيد ولا من قريب، البارحه يبكون. الله يديم علينا هاي الافراح وهاي اللمه الحلوه، بس كون نبطل سالفه الرمي على الحق وعلى الباطل، واودعنا.